السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مفيش احلى ولا اطعم ولا اضمن من انك تعملي كل حاجتك اللي انت بتحتاجيها تعمليها في البيت. من ضمن الحاجات اللي انا بحب اعملها في البيت، ما بحبش اشتريها من بره، هي الفول المدمس. بحب ادمس الفول انا بطريقتي، ومن غير افتكاسات، من غير الحاجات اللي بتضاف للفول الكتيرة قوي. انا بعمله بخطوات بسيطة جدا، وبتطلع النتيجة في الاخر مبهرة، فول كده زبدة. اول حاجة انا عندي هنا فول، كنت جايبة حوالي كيلو بستخدم منه، فتبقى دول فبرضو خلصت الفول التدميس اللي عندي فهعملهم. ما بحبش يعني ايه، حتى لو الكمية القليلة عادي براحتي يعني. المهم حبايه الفول دي يعني، وانت عند العطار هاتي الفول البلدي اللي هي الحبايه دي. لو في حبايه اكبر تاني هاتيها. كل ما الحبايه تكون كبيره كل ما الفوله بتبقى حلوه قوي في التدميس. اول حاجه هنعملها، اول خطوه عشان الفول المدمس يطلع معاكي نتيجته هايله بمعنى الكلمه، هتغسليه 3 مرات وهتنقعيه في ميه لمده 24 ساعه. غسلته 3 مرات، زودت عليه ميه كتيره كده في الطبق، هركنه. انا دلوقتي الساعه 12 بالليل، هستنى 12 ساعه او من ال 24 ساعه. بعد ما يعدوا هضيف ليه مكون رئيسي. تابعيني وشوفي الفيديو للنهايه عشان تشوفي ايه المكون الرئيسي اللي هيتضاف مع الفول عشان تاخدي نتيجه هايله في التدميس. هغسله مرتين 3 تاني، وهغير المية بتاعته. ويلا بينا نشوف السر اللي هو اساس التركة في تدميس الفول بتاعنا النهاردة. سر الفول اللي بيبقى عامل زي الزبدة في التدميس هي كوباية فول مدشوش زي كده. هتغسليها مرتين 3 برضو، وهتنقعيه مع الفول اللي احنا نقعينه من امبارح. هننقعه لمدة 6 ساعات، وهيديكي احلى نتيجة في التدميس. شايفين الفولة زادت ازاي بعد نقع 12 ساعة؟ ولسه هتزيد تاني. يعني انا النهاردة هعمله الساعة 12 بالليل. هنا عدى على الفول 24 ساعة نقع. طبعا خلصت من المية بتاعته، غسلته حوالي 3 4 مرات تاني عشان اضمن ان اي مادة كده نزلت منه، ومش هيتعب معدتي او قولوني. كده هنشوف هنضيف ليه ايه المكون التالت اللي هيخليه تحفة. عشان تاخدي الفول لونه احمر وجميل كده، اللون الحلو، ضيفي 3 حبات طماطم مبشورين بالمبشره بتاعت الطماطم العاديه بتاعتنا. ماشي، ما تضربهمش في الكبه او في الخلاط، لا ابشريهم على ايدك كده وضيفيهم على الفول. يلا بينا. انا هدمس الفول في الحله، مش هدمسه في دماسه. انا هدمس الفول عادي في الحله، مش لازم ادمسه في الدماسه. احيانا الدماسه ما بتكفيش بتاعتي الكميه دي، فبدمسها عادي في الحله. هضيف ال3 حبات طماطم. دي كميه الميه اللي انا هضيفها على الفول. لو احتاج تاني اثناء التدميس انا بسخن ميه بغليها وبحط، لكن حاليا يعني هي دي كميه الميه اللي انا بس هضيفها. طبعا هحطه على عين البوتاجاز هنا اهو، خليته يغلي غلوة واحدة بس. هبدأ بقى ههدي النار كأنها شمعة، هسيبه لمدة 6 ساعات. يعني على ميعاد نزول بناتي للمدرسة هطفي عليه. بعد ما كمل 6 ساعات على النار انا خلاص شلته. اللهم بارك. شايفين الفول؟ اللهم بارك. شايفين اللون؟ شايفين القوام؟ تحفة. امشي بالخطوات دي وانتي هتلاقي الفول بتاعك اللي انتي مدمساه في البيت احلى من المطاعم بره. الحباية اللهم بارك اللهم بارك، القشرة دايبة ومزبدة. اللهم بارك. يعني
مش لاقيه كلام والله اقوله. الفول لسه نازل حالا من على النار. وبكده وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسيش الاشتراك، تفعيل الجرس، واللايك الحلو من ايدك عشان يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.